هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 11720 كيلو هرتز أو 25 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايل سات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى من أجل إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي الأعزاء، مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم مجددا مع صوت المنتدى. أحييكم أنا أمال علي برفقة زميلي صلاح الزين ويوسف بوليسي وفريق العمل في هذه الساعة التي نبدأها وكالعادة بالأخبار، يلي ذلك كلمة التحرير، ومن ثم يقدم لنا الزميل صلاح الزين قراءة لمساهمة جاءتنا من مستمع تسلط الضوء على حال المؤسسة العسكرية والتجاوزات التي صاحبت تكوينها لجعلها أداة في يد رأس النظام. نقدم لكم بعدها إعادة للتقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان في إريتريا وردود أفعال الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والذي انعقد في الفترة ما بين 27 من يناير الماضي وحتى 7 من فبراير الجاري بجنيف. فقرة برامجنا تتخللها العديد من الأغنيات والفقرات الموسيقية. اخترنا اليوم أن تصحبنا أغنية التجري بصوت الفنان الأصيل بعيسى وأغاني أخرى. نتمنى أن ننال حسن رضاكم دائما. ابقوا معنا وأهلا بكم. هنا صوت المنتدى. وفي عناوين النشرة لهذا المساء: تذمر في أوساط القادة العسكريين لقوات الدفاع الإريترية. النظام الحاكم في أسمرة يصدر تعميما إلى سفاراته باستبدال بطاقة الهوية القديمة. التحضير لعقد مؤتمر شبابي تابع للنظام الحاكم في أسمرة، وقيادات الهجدف تبدأ في التنفيذ الفوري لخطة عمل هذا العام بعد المقابلة التي أجراها رئيس النظام إسياس أفورقي مؤخرا. الأخبار بالتفصيل. تشهد قوات الدفاع الإريترية هذه الأيام تذمرا واسعا في أوساط كبار قادتها العسكريين، وذلك احتجاجا على تعيين اللواء جريزكيهير عند مريم المعروف بويتشو قائدا لهيئة الأركان العامة. ويأتي هذا الاحتجاج على قرار الرئيس إسياس بإسناد مسؤولية هيئة الأركان إلى اللواء ويتشو بسبب عدم قدرته الصحية لمثل هذا المنصب الرفيع والهام، في الوقت الذي تحتاج فيه قوات الدفاع الإريترية إلى تغييرات شاملة تحسن من كفاءتها القتالية ونوعية سلاحها وأوضاع منسوبيها المعيشية.
واعتبر قادة وضباط أفراد قوات الدفاع الإريترية التعيين استخفافا لهم من قبل إسياس ومحاولة منه لإضعاف هذه المؤسسة التي يشكل قوتها هاجسا وقلقا على استمرارية تمسكه بالسلطة منفردا. هذا ويذكر أن اللواء جرزجهير ووتشو يعاني من أمراض مزمنة ويتلقى العلاج بشكل مستمر منذ فترة ليست بالقليلة، آخرها رحلته العلاجية إلى إيطاليا التي نصحه الأطباء بعدها بالعودة إلى بلاده لتأخر حالته الصحية. تلقت سفارات النظام في جميع أنحاء العالم تعميما باستبدال بطاقة الهوية الصادرة في عام 1993 من قبل الحكومة الإريترية المؤقتة في فترة الاستعداد للاستفتاء على استقلال البلاد. هذا وقد قضت الأوامر الصادرة من سلطة النظام الحاكم في أسمرا للسفارات بتوزيع بطاقات هوية جديدة بدلاً عن القديمة، بحجة أن الويان حسب التعميم أي الحكومة الإثيوبية قد قامت بإصدار وتوزيع بطاقات هوية إريترية مماثلة للمعمول بها حالياً. كما شددت أوامر حكومة إسياس أفورقي على منع استبدال أو استخراج البطاقة الجديدة لمن اعتبرتهم خونة لوطنهم، وحصر توزيعها للموالين للنظام والذين يدفعون الجبايات المفروضة إكراها على الإريتريين في الخارج. في خطوة قصد منها محاصرة المد الشبابي الإريتري في الخارج وتكميم الأصوات التي ارتفعت منادية بالالتفافات للتجاوزات وهضم حقوق الشباب الإريتري وللتخلص من النشاط الشبابي والطلابي الذي بدأت رؤاه المعارضة تتبلور في الداخل، وفي محاولة لإضفاء صبغة الشرعية على تكوينها المتآمر تستعد تشكيلات ما يسمى بشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لعقد مؤتمرها الأول في إبريل المقبل. واختيرت سويسرا كموقع لعقد المؤتمر الذي دعيت له وفود من الإريتريين في أوروبا والسعودية ومصر والسودان، كما سيشارك وفد من شباب الجبهة الشعبية في الداخل. ويشرف مكتب الشؤون السياسية الذي يديره يماني جبرآب إشرافا مباشرا على هذا المؤتمر الذي يعول عليه بوصفه يمثل تشكيلا لخط هجومي يستهدف الحركات الشبابية المقاومة في خارج الوطن وداخله. بدأت قيادات الهجدف في التنفيذ الفوري لما ورد في المقابلة الأخيرة للرئيس إسياس أفورقي في يوم الجمعة الماضي، حيث عقد في 14 من فبراير اجتماعات لقادة الجبهة مع مسؤولي الإدارات والفروع الحزبية في محافظات الإقليم الأوسط، إدارة مسؤول الجبهة الشعبية بالإقليم الأوسط وعضو اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية يوسف إدريس صايغ. وأعلن عن بداية خطة عمل لعام 2014 شملت قراراً باعتماد بطاقات عضوية الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في كافة المعاملات الرسمية، وكذا تخصيص مجموعات من داخل تشكيلات الجبهة لإنجاز مهمة التسجيل وضمان حصول الجميع على تلك البطاقة التي ستقدم بموجبها الخدمات للمواطنين في مختلف المرافق الحكومية، وسيحرم منها من لم ينصاع للعضوية الإجبارية في الجبهة من كل الخدمات والمعاملات الرسمية. وبهذا القرار يصبح الانتماء للجبهة الشعبية أمرا مفروضا على كل من يعيش داخل إريتريا، في أمل أن تتحقق رغبة الرئيس في أن يرضخ الجميع للهجدف أو أن يبحثوا عن كوكب آخر. نهاية النشرة. اللي مودايو أبيك وضبي أمحر اللي مودايو صبدي بيك مبرد كرم واللي حقايو صبدي بيك مبرد كرم واللي حقايو مرة دي بيكم صبر أكلو ولا مايو أكلو ولا مايو أتعروني أتعروني كم قلب داخلني. هنا صوت المنتدى. في
فيما يلي أقرأ لكم مقالا وصل إلينا من مستمع لإذاعة صوت المنتدى تحت توقيع مقاتل من الجيش الشعبي لتحرير إريتريا، يتناول وضع الجيش الإريتري منذ تكوينه بعد الاستقلال، ويرصد ويعدد التجاوزات التي مارسها رأس النظام في حق هذا الجيش لجعله مؤسسة تلبي نزعاته التسلطية. فإلى سطور المقال. قوات الدفاع الإريترية هو الاسم الذي أطلق على الجيش الإريتري الرسمي الذي تكون من الجيش الشعبي لتحرير إريتريا، الجناح العسكري لتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، أحد فصائل الثورة الإريترية التي كانت تناضل من أجل تحرير إريتريا من الاحتلال الإثيوبي. إثر نجاح عملية الاستفتاء حول الاستقلال التي جرت بعد عامين من تحرير كامل التراب الإريتري على يد الجيش الشعبي لتحرير إريتريا في 24 من مايو عام 91، واجهت قيادة الجبهة الشعبية التي تولت حكم البلاد لوحدها أول تمرد من جهازها العسكري تمثل في الحركة المطلبية التي أحكمت سيطرتها على البلاد لمدة 18 ساعة في 20 من مايو عام 93، واستطاعت توقيف كل القيادات بمن فيهم إسياس أفورقي، وذلك بقية عرض مشاكلهما الاقتصادية والاجتماعية إلى شخص الرئيس مباشرة دون وسيط. وقد تم لهم ذلك بعد أن أجبروه على السير راجلا معهم من بوابة مكتبه في وسط العاصمة إلى ملعب أسمرة الرياضي الكائن على بعد حوالي 8 كيلومترات، حيث حشود المقاتلين القادمة من أنحاء متفرقة من إريتريا كانت في انتظاره. خاطب إسياس المقاتلين الذين امتلأت بهم منصات المتفرجين في الملعب الرياضي، واعدا إياهم بتصحيح أوضاعهم والتعامل مع مطالبهم حسب النظم المتبعة في الدول، وأنه سيتم البدء في صرف الرواتب وتقليد الرتب العسكرية وحل المشكلات الخاصة بالإعاشة والسكن. كان بإمكان هذه الحركة أن تقوم بأكثر مما قامت به، وتستطيع تغيير مجرى تاريخ إريتريا الحديث لولا افتقارها لتعاطف الجماهير التي اعتبرت أن التوقيت غير مناسب، إذ لم يتبقى إلا 4 أيام فقط لإعلان إريتريا دولة مستقلة معترف بها من قبل كل الأمم، بعد أن صوت الشعب الإريتري بالإجماع لصالح استقلال بلاده عن إثيوبيا. لقد أعرب المراقبون للأوضاع الإريترية حينها عن استغرابهم لعدم اتباع الحركة خطوة إجبار الرئيس على مخاطبتها بخطوات أكبر مثل تنحيته عن الرئاسة، على الرغم من أن القطاعات العسكرية التي شاركت فيها كانت مؤثرة وضاربة، وهي الوحدة 25 قوات خاصة والتي كان يقودها اللواء غرزغير عند مريم ويتشو، الفرقة 72 استخبارات وكان يقودها بطرس سلمون تقلد حقيبتي الخارجية والثروة السمكية والمعتقل حاليا، الفرقة 74 مدفعية ومدرعات وآليات ودفاع جوي وكان يقودها اللواء رمضان أولياي مفوض مفوضية الرياضة حاليا، الفرقة 70 مشاة وكان يقودها اللواء فيليبوس ولد يوهنس، فرقة الأمن التي كانت تعرف باسم حرس الثورة وكان يقودها العميد أبرها كاسا مدير وكالة الأمن والمخابرات الحالي، قوات الشرطة وكان يقودها ضمن بقية أفرع وزارة الداخلية الراحل علي سيد عبد الله، جمعية معاقي حرب التحرير وكان يقودها الأستاذ تسفاي قتل لاحقا في مكتبه. كما تلقت الحركة التأييد والمباركة من ميناء عصب، حيث الفرقة 52 والتي كان يقودها الراحل اللواء سعيد فرج، ومن إقليم الساحل وعاصمته نقفة حيث تتمركز الفرقة 61 بقيادة العميد هبت مريم القائد الحالي لفرع التعبئة والتوجيه. تحركت بعض الوحدات التابعة لهذه الفرقة لدعم الحركة ووضعت يدها على المرافق الهامة في الإقليم، ولكن ليس بقرار فوقي من قادة الفرقة، بل كانت من قبل الكادر الوسط والمقاتلين الشباب الذين لم يكونوا أعضاء في حزب الشعب السري الذي كان يقود الجبهة الشعبية من الداخل. وبعد إعلان استقلال إريتريا وقيام الدولة وانتخاب إسياس أفورقي من داخل اللجنة المركزية للجبهة الشعبية رئيسا للبلاد بعد فوزه على منافسيه في الرئاسة وهم السادة رمضان محمد نور
أجبر لاحقا في المؤتمر التنظيمي الثالث للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا على تقديم استقالته من كل المناصب والمهام الحكومية والحزبية. وإبراهيم إدريس توتيل حكم إقليمي القاش وسمهر والمعتقل حاليا. ومسفن حقوس أول وزير دفاع إريتري وأبرز قادة مجموعة ال15 الإصلاحية سمح له بمغادرة إريتريا قبيل اعتقال رفاقه بالمجموعة، وحاليا ناشط سياسي في إحدى فصائل قوى المعارضة الإريترية في المنفى. بعد فوز أفورقي بالرئاسة شرع في التعامل مع مطالب حركة 20 من مايو 93 على طريقته، إذ أقدم على اتخاذ إجراءات سريعة في سبتمبر عام 93. صرحت الحكومة بموجبها أكثر من نصف مقاتلي الجيش الشعبي بدعوى عدم الاحتياج إليهم والانصياع لمطالب المجتمع الدولي الذي نادى بتقليص تعداد الجيش والاتجاه إلى التنمية والبناء، وعلى دفعات تم التخلص أولا من الفئة المستنيرة في كادر التنظيم والمكونة من الملتحقين بالثورة في الأعوام ما بين 85 وبدايات 91، وعدد من القادمين من تنظيمات أخرى غير الجبهة الشعبية، ثم شمل التسريح مجموعات أخر من الملتحقين في مختلف السنوات منذ 61. وفي الخدمة المدنية نفذت حملة استبعاد داخل الوزارات والمؤسسات العامة للتخلص من كل العناصر التي قد تتسبب في حدوث تمرد ما في المستقبل، وسميت الحملة ببرنامج القصقصة، حيث استمر تنفيذ الحملة حتى نهاية عام 94. وأبقي في المجالين العسكري والخدمة المدنية العناصر الأكثر ولاء وطاعة للرئيس. ففي العام 95 وبعد استشعار إسياس بأن الساحة أصبحت خالية تماما من أي بوادر تمرد، قام بتوزيع الرتب العسكرية على من تبقى في الجيش والقوات النظامية، وكانت بطريقة غير مرضية مما أحدثت شرخا في الجيش المتبقي، سيما وأن الولاء والتفاني التنظيمي كانت جزءا من المعايير في السابق. وبالرغم من أن الحزب السري كان قد أعلن حله في عام 94 قبيل الذهاب إلى المؤتمر الثالث، إلا أن الكثيرين تم محاسبتهم بأثر رجعي على مواقف قديمة، واستبعدت بعض القيادات التي لها تاريخ عسكري مشهود مثل السفير عبد الله آدم الموجود في الخارج الآن، وآخرين منحوا الرتب العسكرية ثم نقلوا من الجيش إلى مجالات مدنية مثل اللواء رمضان أولياي، وبعضهم منح رتب أقل من تاريخهم النضالي مثل العميد موسى رابعة نائب قائد المنطقة الجنوبية عصب حاليا. وكان توزيع الرتب مؤشرا للاتجاه الذي أرادوا أن تنساق إليه البلاد. مقاتل من الجيش الشعبي لتحرير إريتريا.
ولد حقوتنا بصحابنا سوى الصدرة. لالي 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 سوى الصدرة. حتى وحمل ما القرصة سوى الصدرة. لالي 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 سوى الصدرة. حتى غياح بالدخان حتى وحمل ما القرصة سوى الصدرة. لالي 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 سوى الصدرة. صوت المنتدى. عندما نتحدث عن إعلام حر ومستقل ماذا نعني؟ من الصعب بمكان أن تحقق معادلة الحياد والاستقلالية في إعلام مرتبط مباشرة بقضايا سياسية اجتماعية وثقافية ذات موروث ثوروي، ذلك دون أن تتهم إما بالتحيز لتيار ضد تيار أو بدعم منظومة فكر بعينها لسبب أو آخر، أو حتى بالعمالة لجهة أجنبية، وهي أسهل التهم وأكثرها مناسبة للعقلية الانهزامية. ومن المفارقة أن الهدف المشترك الذي يشكل الإطار العام للتيار السياسي المعارض داخل وخارج إريتريا وفي سعيه للتخلص من نظام الحكم القائم لم يعد كافيا لتضييق الهوة في الخطاب الإعلامي المعارض بين تياراته أو حتى المقاربة فيما بينها أحيانا في أكثر القضايا مصيرية كمصير أو كقضية الاتفاق على آليات التغيير مثلا، أو تحديد الثوابت الوطنية في العمل العام، أو حتى تقبل الاختلاف والنقد. وفي ظل واقع سياسي مرتبك ومحكوم إلى حد كبير بعدد من اللوبيات المعلنة وغير المعلنة، والتي تلعب دورا كبيرا في صياغة شكل الخطاب الإعلامي الإريتري، يصبح هذا الخطاب إما مهادنا مع التيارات التي تتشابه معه وتتقارب بغض النظر عن أهليتها وصدقيتها، أو يتحول إلى ساحة لتفجير الصراعات والتحريض على رفض هذا وقبول ذاك دون تردد أو تحفظ، بما يمكن أن تؤول إليه الأمور نتيجة خطاب كهذا. فنرى أقلام تكتب بشراسة عن نشاط هنا وشخصيات هناك لا تلتقي معها أو ترفضها من منطلقات ذاتية بحتة أحيانا، أو متحيزة لاتجاه بعينه أحيانا أخرى، لتصوغ خطابها الإعلامي بلغة تبتعد كثيرا عن الموضوعية والمنطق، وبإحكام على الآخر لا تستند إلى أي حقائق أو أدلة تؤكد صحتها.
وهذا بحد ذاته مؤشر واضح على ضعف هذه الأقلام والصفحات التي تتبناها عامة كانت أم خاصة، ومحدودية رؤيتها سياسية كانت أم اجتماعية. إن السعي إلى إيجاد إعلام حر ومستقل وموضوعي لا يتأتى إلا من خلال الانفتاح على الآخر والتحاور معه بشفافية وبطرق تتيح مساحة واسعة للنقد والنقد الذاتي. إن اللغة المحكومة بحدية غير عدائية وفي مراعاتها لقيم ومعايير العمل العام وأخلاقياته إنما تفتح المجال نحو تحريض الآخر على الإقبال والتفاعل بالرد الموضوعي وفي الإطار نفسه خارج الأطر والمفاهيم المسبقة والتي تتناقض مع روح العصر وأدواته. إعلام حر ومستقل هو أيضا إعلام متكامل ومكمل بعضه البعض، يصحح مسار القديم محتفيا بجيد منه ورافضا للركيك، ومفسحا المجال مرحبا بالجديد بما يمكن أن يضيفه ويدعم ويقوي مسار العمل العام وهدفه الأساسي في تحقيق التغيير وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة. وانا اقل اباي شو كتلبي عدي قبي حوكي جبلاي سناتو حزي جيبوه والدمي وتدل كينا قلا امعل صدم قول ما بي اسكي قتلوني من رأجي يتسكي يقولك لي شروبا وقعي لا ودي وقبقي وقعي لا ودي وقبقي حجات كفكوف حبطا يتقسيدي محبر ويتهاقي كفتا سمية إدريس وتأمير كناية جيح عوضا حشاشنا وبادي كجيها النادي بدا من أقعب الأبخت ومن إيقاي الشاتتا ومن إيقاي الشاتتا ولا طردت الراي سيقرم هاديتو قد كموتا لبلوكا وقلتو رسالة سيتو وقلتو رسالة سيتو سلامك السلام منكم عداه للأكيم وانتم من ديتم لكم خاين فكوري فدي أنا أقلي تساهم بالمانقات أكي وداقلي تنصني لتي تتلي دمدي لتي تتلي دمدي قرب مدرانا روتو كالي مدرا الأزهرا سالس مدرا لقاتي دي بطرا الأسرا
كمر عدايب بر وباسبوح دبرا تبيه تانس أتو وما سيريا يتحلل وما سيريا يتحلل katanga bay sigale harrakini مسكا كاريكي حالت حدا مقلوب حانيو مدول مسيه لتوارد ولا فول أفوكي وكام سنولف سجاري أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. تقبلوا تحياتي، أنا صلاح محمد زين، وأرجو أن تكونوا معي في متابعة لجلسات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي انعقد في الفترة ما بين 27 من يناير الماضي وحتى 7 من فبراير الجاري بجنيف. وسنخص بالمتابعة التقرير الذي قدمه وفد نظام أسمرة عن حقوق الإنسان في إريتريا وردود أفعال ممثلي الدول الأعضاء في المجلس. ولكن قبل ذلك نتعرف وإياكم على ماهية مجلس حقوق الإنسان. حلينا ينبرك أبينا قلنا مبرتو بلهبتنا وإيدينا قلتم شعبنا تتلولي أزيما أبكوا ينتم جنحونا. مجلس حقوق الإنسان هيئة دولية داخل منظومة الأمم المتحدة، أنشئت في عام 2006 ومسؤولة عن تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايته في كل أنحاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث يتألف المجلس من 47 دولة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة. فبعد جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في إريتريا، والتي قدمها سفير النظام بالمملكة المتحدة تسفى ميكائيل جرهتو، اتهمت الأمم المتحدة إريتريا في تقرير نشرته يوم الاثنين الماضي بارتكاب انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان، بينها عمليات اختفاء قسرية واعتقالات تعسفية وتعذيب. غير أن السفير الإريتري نفى كل التهم، واعتبر أن ما يهدد حقوق الإنسان في بلاده هو العقوبات غير المبررة حسب تعبيره، والتي فرضت عليها من جانب المجتمع الدولي. وقال إن بلاده ستجري انتخابات ديمقراطية عندما تزول التهديدات التي تطول أمنها القومي. ودان دبلوماسيون حضروا الجلسة واستمعوا لمغالطات السفير القمع الوحشية لحقوق الإنسان الأساسية من جانب سلطة ديكتاتورية معزولة حسب وصفهم. ينبرك أبينا قنم برتو بلهبتنا وإيدينا قلتم شعبنا. 4 years after the first UPR of Eritrea, Switzerland remains concerned by reports of extrajudicial executions and forced disappearances, national service of undefined length, as well as restrictions on the rights to freedom of expression, freedom of association, and freedom of peaceful assembly in this country. The large number of persons arbitrarily detained without access to proper judicial procedure is, as far as we're concerned, a source of major unease. Switzerland would like to reiterate its recommendation to Eritrea to respect the rules for fair trials in line with its obligations under international law, and to immediately release all persons detained without valid grounds. وتحدث ممثل الولايات المتحدة بيتر مولر عن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وانعدام أفق الوصول إلى ديمقراطية يشارك فيها عدد كبير من الإريتريين الذين حكم عليهم بالفرار من البلاد.
The citizens of Eritrea deserve a government elected in a free, fair, and transparent manner, one which respects human rights, including freedom of opinion. We note with concern that the government did not include improving respect for political and civil rights as one of its key national priorities, despite related recommendations in the last UPR. It still has not accounted for the disappearances of political prisoners, including journalists and members of the G15. وتقاطعت تصريحاته مع مواقف العديد من الأعضاء السبعين في المجلس الذين شاركوا في مناقشة ملف إريتريا ل4 أعوام خلت، وطالبت شيلي ودول أخرى إريتريا بالتحقيق في حوادث اختفاء قسري. Therefore, we would like to reiterate the suggestion that we made in 2009 and therefore recommend that Eritrea investigate all reports of enforced or involuntary disappearances and punish the perpetrators of these crimes. كما أبدت الدنمارك أسفها للجهود المحدودة لوقف التعذيب، وتطرقت أستونيا إلى شبه انعدام حرية التعبير. In particular, Denmark sincerely regrets the lack of progress with regard to the fight against torture and other ill treatment. ورأى ممثل بريطانيا أن الوضع الأمني لإريتريا لا يبرر ولم يبرر قط نكران الحقوق الإنسانية الأساسية لشعبها، وأضاف أن الإريتريين سيكفون عن الفرار من بلادهم عندما تكون هناك حكومة معينة ديمقراطيا ودستور يكفل الحقوق البديهية. Eritrea's security situation does not, and never has, justified the denial of basic human rights to its people. Eritreans have waited too long for the democratic government and the fundamental rights and freedoms enshrined in their constitution to become reality. Only when they do can Eritrea meet her development and prosperity goals. And only then will Eritreans stop fleeing their country in search of a better life, creating more tragedies like the one we saw off Lampedusa last October. لكن السفير الإريتري رفض هذه الاتهامات ورمى بتهمة الخيانة على الصحفيين والمعارضين الذين اعتقلوا في عام 2001 قائلا: لم يتم توقيفهم لأنهم كانوا يعبرون عن أفكارهم بل للخيانة. ينبرك أبينا قنم برتو ببله بدنا وإيدينا كلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قل خضراه اللينا. ويذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد أدرجت إريتريا في المرتبة الأخيرة ضمن تصنيفها العالمي لحرية الصحافة، لكن السفير الإريتري ادعى أنه لا رقابة على وسائل الإعلام في إريتريا. Eritrean political landscape respects also fundamental freedoms, namely freedom of expression, association and religion. The human rights of the people in this respect have been respected. No one has been detained for expressing her views or ideas, including for criticizing the government policies and actions. The media in particular has extended and consolidated its programs where citizens share responsibility to express opinions on state affairs at various levels, and citizens have taken the opportunities in the radio, TV and print media to present their critical positions. Religious harmony, mutual respect, mutual understanding of the religions has continued to flourish. The right to religious belief is also respected. وعلق الصحفي والكاتب الإريتري المقيم بالنرويج تسالي أبراهام بعد حضوره جلسة المجلس قائلا: وددت لو كان هناك جهاز لكشف الكذب، إنها مهزلة. وأضاف دسالي: لا يستطيع جرهتو أن يقول شيئا آخر ما دام يريد العودة إلى إريتريا، مؤكدا أنه يعرف السفير عن قرب لكونه كان أحد مدرسيه في إريتريا. إلى ذلك اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها السنوي الصادر في 24 من يناير الماضي إريتريا واحدة من بين الدول الأكثر انقلاقا في العالم والأكثر سوءا في أوضاع حقوق الإنسان، مما يضطر الآلاف من الإريتريين للفرار من بلادهم بسبب الخدمة العسكرية غير محدودة الزمن
كما يمارس فيها التعذيب والاعتقالات العشوائية على نطاق واسع، وتفرض القوانين المقيدة للحريات كحرية التعبير والتجمهر وممارسة الأنشطة الدينية في ظل عدم وجود دستور أو قضاء مستقل. وأشار التقرير إلى غرق أكثر من 300 لاجئ إريتري في المياه الإقليمية الإيطالية قبالة شواطئ لامبدوزا، وهم ينشدون الوصول إلى البر الأوروبي. وذكر بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سجلت أكثر من 305,000 إريتري فروا من بلادهم خلال العقد المنصرم. ينبرك أبينا قنم برتو بله بدنا وإيدينا كلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قل خضراه اللينا. فيما يتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، ذكر تقرير هيومان رايتس ووتش أن إريتريا تلزم الشباب والفتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية، بالرغم من أن القانون الإريتري يحدد فترة الخدمة ب18 شهرا، إلا أن غالبية المجندين يعملون بها طيلة حياتهم العملية. وعادة ما يتم استغلال المجندين في الخدمة الإجبارية في أعمال مدنية قصرا، مثل العمل لصالح شركة بناء مملوكة للدولة تسمى سجن للإنشاءات، وشركة كندية تعمل في مجال التعدين وفي أعمال البنية التحتية في منجم بيشا للذهب. ووصف مجندون سابقون كيف كان يتم إجبارهم على العمل لساعات طويلة مع قلة الغذاء والسكن غير الملائم وأجور غير كافية لأعالتهم وأسرهم. ووفقا لتقارير منظمات اللاجئين، أن الأطفال في سن 15 يزج بهم في المؤسسة العسكرية ويتم إرسالهم لمعسكر التجنيد العسكري، وفي حالة تفكيرهم بالهروب يتعرضون للعنف وسوء المعاملة عند التحقيق معهم أو الاستجواب من أجل الإدلاء باعترافات. كما أن هناك سجون سرية بها سجناء حبسهم مؤبد ويمارس فيها الضرب والتعذيب، بما في ذلك اغتصاب النساء، وكثيرا ما يتعرضن أي المجندات للعنف الجنسي من ضباط الجيش، كما لا توجد آليات للتظلم. ينبرك أبينا قنم برتو بله بدنا وإيدينا كلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا. هذا واعتبر الناشط الشبابي والكاتب محمود طاهر في مقال له التقرير الأممي الأخير حول حقوق الإنسان في إريتريا غير ذي جدوى، ولن يغير شيئا على أرض الواقع ما لم تتبعه خطوات جادة من الدول الكبرى والأطراف الفاعلة في المنطقة، أقله وضع بعض أركان النظام على قوائم منع السفر، خاصة المعروفين منهم بجرائمهم الموثقة، موضحا أن مثل هذه التقارير تعيد وتسلط الأضواء فقط على نظام بلغت وحشيته أقصى ما يتصوره عقل الإنسان من استرخاص للدم الإريتري الذي أصبح يتاجر به مع القريب والبعيد. وأضاف أن السفير الإريتري في تقريره وردوده على الإدانات كان يكذب ويلوي عمق الحقيقة كالعادة، وتحدث عن حرية الصحافة بينما إريتريا ليس بها إعلام مستقل غير التلفزيون والراديو والجريدة وجميعها تابعة للحكومة. وختم الكاتب مقاله قائلا إن الأنظمة الاستبدادية من سذاجة تصرفاتها تجعل من وزرائها وسفرائها مهرجين سياسيين يفتقدون لأبسط قواعد الدبلوماسية، وهذا ما ينطبق على هذا السفير الذي يتحدث كما لو كان يخاطب أناسا من غير هذا الكوكب. ينبرك أبينا قنم برتو بله بدنا وإيدينا كلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قل خضراه اللينا. حلينا ينبرك أبينا قنم برتو بله بدنا وإيدينا كلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قل عدنا هلينا.
أكو أنتم قنحونا قلعدنا علينا من طبكم للرها كعصر سنجا قفا ومدور رهيت سددو كأرتقوا حافسا من طبكم للرها كعصر سنجا قفا ومدور رهيت سددو كأرتقوا حافسا بالقربة أكيد أزال برود عرفا نأمر تاريخ أطن أشواك أترفا وانطر لك با محبركم لبع الأمان كارفا أما من تتهاجنا تحازيكنا بحازي شعبنا يمكم يهلا لحكمة وقادي أما من دي بلسنا تحازيكنا بحازي شعبنا يمكم يهلا لحكمة وقادي رحمتكم ينقبي كل سرادي أقل أمانة دلنا قولنا ينبدل حنادي يلا بعدنا نبر اللي الناس رادي وكم حزيكم تحلموا ينعقلوا لسانكم وينقلكم الزمو يتحلموا ينقلكم وكم حزيكم تحلموا ينعقلوا لسانكم وينقلكم الزمو بتفانيكم من حدي خدامي تعلموا وراكم اللي تليبوا سمعونا السلموا من داكم وآسركم لأباكم كمكموا حوان يكون شعبنا وديك أوريل التنكا إريتريا ودنانا لكل نادي بان الأكاد حوان يكون شعبنا وديك أوريل التنكا إريتريا ودنانا لكل نادي بان الأكاد ساعات قروي نسمع تطلع نقبي ونحسى ما هرحبنا ولادا كما تدوى تسكى أستاذي بوم أشكر خيرا وفتلاق النركا وفي ختام برامجنا هذه إعادة لنشرة الأخبار. هنا صوت المنتدى. وفي عناوين النشرة لهذا المساء: تذمر في أوساط القادة العسكريين لقوات الدفاع الإريترية. النظام الحاكم في أسمرة يصدر تعميما إلى سفاراته باستبدال بطاقة الهوية القديمة. التحضير لعقد مؤتمر شبابي تابع للنظام الحاكم في أسمرة، وقيادات الهجدف تبدأ في التنفيذ الفوري لخطة عمل هذا العام بعد المقابلة التي أجراها رئيس النظام إسياس أفورقي مؤخرا. الأخبار بالتفصيل. تشهد قوات الدفاع الإريترية هذه الأيام تذمرا واسعا في أوساط كبار قادتها العسكريين، وذلك احتجاجا على تعيين اللواء جريزكيهير عند مريم المعروف بوتشو قائدا لهيئة الأركان العامة. ويأتي هذا الاحتجاج على قرار الرئيس إسياس بإسناد مسؤولية هيئة الأركان إلى اللواء وتشو بسبب عدم قدرته الصحية لمثل هذا المنصب الرفيع والهام، في الوقت الذي تحتاج فيه قوات الدفاع الإريترية إلى تغييرات شاملة تحسن من كفاءتها القتالية ونوعية سلاحها وأوضاع منسوبيها المعيشية.
واعتبر قادة وضباط أفراد قوات الدفاع الإريترية التعيين استخفافا لهم من قبل إسياس ومحاولة منه لإضعاف هذه المؤسسة التي يشكل قوتها هاجسا وقلقا على استمرارية تمسكه بالسلطة منفردا. هذا ويذكر أن اللواء جرزجهير ووتشو يعاني من أمراض مزمنة ويتلقى العلاج بشكل مستمر منذ فترة ليست بالقليلة، آخرها رحلته العلاجية إلى إيطاليا التي نصحه الأطباء بعدها بالعودة إلى بلاده لتأخر حالته الصحية. تلقت سفارات النظام في جميع أنحاء العالم تعميما باستبدال بطاقة الهوية الصادرة في عام 1993 من قبل الحكومة الإريترية المؤقتة في فترة الاستعداد للاستفتاء على استقلال البلاد. هذا وقد قضت الأوامر الصادرة من سلطة النظام الحاكم في أسمرة للسفارات بتوزيع بطاقات هوية جديدة بدلا عن القديمة، بحجة أن الويان حسب التعميم أي الحكومة الإثيوبية قد قامت بإصدار وتوزيع بطاقات هوية إريترية مماثلة للمعمول بها حاليا. كما شددت أوامر حكومة إسياس أفورقي على منع استبدال أو استخراج البطاقة الجديدة لمن اعتبرتهم خونة لوطنهم، وحصر توزيعها للموالين للنظام والذين يدفعون الجبايات المفروضة إكراها على الإريتريين في الخارج. في خطوة قصد منها محاصرة المد الشبابي الإريتري في الخارج وتكميم الأصوات التي ارتفعت منادية بالالتفافات للتجاوزات وهضم حقوق الشباب الإريتري وللتخلص من النشاط الشبابي والطلابي الذي بدأت رؤاه المعارضة تتبلور في الداخل، وفي محاولة لإضفاء صبغة الشرعية على تكوينها المتآمر تستعد تشكيلات ما يسمى بشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لعقد مؤتمرها الأول في إبريل المقبل. واختيرت سويسرا كموقع لعقد المؤتمر الذي دعيت له وفود من الإريتريين في أوروبا والسعودية ومصر والسودان، كما سيشارك وفد من شباب الجبهة الشعبية في الداخل. ويشرف مكتب الشؤون السياسية الذي يديره يماني جبرآب إشرافا مباشرا على هذا المؤتمر الذي يعول عليه بوصفه يمثل تشكيلا لخط هجومي يستهدف الحركات الشبابية المقاومة في خارج الوطن وداخله. بدأت قيادات الهجدف في التنفيذ الفوري لما ورد في المقابلة الأخيرة للرئيس إسياس أفورقي في يوم الجمعة الماضي، حيث عقد في 14 من فبراير اجتماعات لقادة الجبهة مع مسؤولي الإدارات والفروع الحزبية في محافظات الإقليم الأوسط، إدارة مسؤول الجبهة الشعبية بالإقليم الأوسط وعضو اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية يوسف إدريس صايغ. وأعلن عن بداية خطة عمل لعام 2014 شملت قراراً باعتماد بطاقات عضوية الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في كافة المعاملات الرسمية، وكذا تخصيص مجموعات من داخل تشكيلات الجبهة لإنجاز مهمة التسجيل وضمان حصول الجميع على تلك البطاقة التي ستقدم بموجبها الخدمات للمواطنين في مختلف المرافق الحكومية، وسيحرم منها من لم ينصاع للعضوية الإجبارية في الجبهة من كل الخدمات والمعاملات الرسمية. وبهذا القرار يصبح الانتماء للجبهة الشعبية أمرا مفروضا على كل من يعيش داخل إريتريا، في أمل أن تتحقق رغبة الرئيس في أن يرضخ الجميع للهجدف أو أن يبحثوا عن كوكب آخر. نهاية النشرة. تسكبدا وخلاص جهاد مسار وصلت هرقتا يوم تسكبدا وخلاص جهاد مسار وصلت هرقتا. جهاد ربك الطيوم خمس الفرد بأمات عيسى يهود حاربا محمد ويوم انتم حاربهم وأطهور اللعاد سالم ربي كفي وحميد بلال تعواد يوم تسكبدا وخلاص جهاد مطر والرسل دركتا.
الليل دي بعدنا ومن باطا دي بركة سبنا عند الشتتا ساقما ويسبتا حامد إدريس حواتي حيات غيدو لبتكا حي لمس اليهودا لوكا سركا يوم كبدا يوم كبدا وخلاص جاءت مكان الرسل درجتا حسن مسكب حلنقة والقدين التافلات من عامر مثل جنقرين حباب ماريا وتكليس المدى ومنسع وبلين والكم مثل حاروب وفاريا وبازين يوم ديس كافدا يوم ديس كافدا وخلاص جهاز مسا الرسل ترجتا قزاي قبدهم يبسيط بخطار لغسونا مربات وسمهر ويقبر أساورتا ودنكل كنا مسل قلنا بطار هاينا مسل استحمار بنساك البقر يوم ديس كافدا يوم ديس كافدا فلا جهاز مدى الرسول ترندا حتى بطرنا وكل جهاد نتعسكر توفيا ويهودا وطلت بعسكر أرتريت عن دغي خاين دي بكي لمبار ويتفنتو من الطيب يا يورود السبر يوم ديس كابدا يوم ديس كابدا خلاص جهاد مطار الرسل ترجتا ربي حزو بعد الحق منه لتنسار أدريا مدر كيفو وكانت تتحدر عسكر يهود أمحر من كايدهم وبقار رقب نديب ربي لتعدنا لتأثر يوم ديس كابدا يوم ديس كابدا خلاص جهاز مطار الرسل ترجتا يوم ديس كابدا خلاص جهاد متا الرسل ترجتا يوم ديس كابدا يوم ديس كابدا خلاص جهاد متا الرسل ترجتا 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 خلاص جهاد متا هنا صوت المنتدى. وفي ختام برامجنا لهذا المساء أعزائي المستمعين نشكر لكم حسن الاستماع إلى أن ألتقيكم مجددا مع زميلي صلاح الزين ويوسف بوليسي وفريق العمل. لكم تحياتي أنا أمال علي ودمتم بخير.